السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة زي ما انتم شايفين كده هعمل معاكم عيش الشوفان، شوفان الحبة الكاملة. عيش حلو جدا 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 ومفيد قوي 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 للناس اللي عندها سكر، اللي بتعمل رجيم، اللي هي مش حابة تاكل عيش، الكلام ده. عيش بلدي. ده بديل العيش، بس ممتاز بصراحة، أنا جربته، معتمداه تقريبا. وفي دلوقتي كمان عيش العدس الاصفر، انا عملته حلو بس ايه ما كنتش صورته، فهعمله تاني في مره واصوره واوريه لكم، برده جميل جدا جدا جدا. بصوا انا كنت يعني عجنته، يعني عملته، بس لما عجبتني الفكره رحت قلت اصوره. فزي ما انتم شايفين كده انا حطاه، انا خدت كوبايتين شوفان عليهم كوبايه وربع ميه. تمام، الكوبايه يعني الشوفان ده انا اخدته طحنته، تمام، وحطيت عليه كوبايه وربع ميه. يعني هي كوباية شوفان، الكوباية عليها كوباية وربع مية. تمام، حطيتهم، ضربت الأول الكوباية ضربتها، وبعد كده حطيت عليها كوباية وربع مية، وحطيت عليها حبة بيكنج باودر بسيطة جدا. بس هي مقاديره دي مفيش أكتر من كده. كوباية شوفان صحيح كده أنا طحنتها بودرة، او ممكن ان انت تسيبها كده. بس يا جماعه عايزه اقولكم على حاجه، اعملوها في الخلاط. الهاند بلندر ده ما يعني ما ظبطش الموضوع معايا، لان هو لازم يبقى الخليط ناعم شويه. اضربوها في الخلاط. ولو عندكم الحب كامل كده هو زي اللي عندي ده، بتحطي كوبايه الشوفان عليها كوبايه وربع الميه وتسيبيها شويه. يعني تسيبيهم مثلا 5 دقايق، وعليهم حبه معلقه بيكنج باودر، نص معلقه بيكنج باودر. وتحطي بقى زي ما انت عايزه. يعني انا كنت حطيت عليه كمون، اللي مش حابب طعم الكمون تمام مفيش مشكله، بس هو كان طعمه حلو جدا جدا فيه. حطيت عليه سمسم وحبه البركه، وكان عندي بذر الكتان. فانا حطيت كل دون على الخليط. لو تاخدوا بالكم اللي هي الحاجات السودة دي، ده حبه البركه وسمسم وبذر الكتان. انا حطيت التلاتة على الخليط وانا بعمله، نقعتهم شويه مثلا بتاع نص ساعه في الميه، ده لو مش مطحون بودره. وبعد كده حطيتهم في الخلاط كلهم وضربتهم في الخلاط. ممكن ناس بتزود زيادة، ممكن تحطي بضاية، بس انا ما حطيتهاش بصراحة في ده. في عيش الشوفان انا حطيتها في العيش بتاع العدس. انا هصوره برضو مرة وهوريه لكم. لكن عيش الشوفان ده انا ما حطيتش فيه بضاية، بس في ناس طرق شفتها حاطين فيه بضاية عادي مفيش مشكلة. هي بتعلي البروتين فيه، يعني احنا بنعلي البروتين فيه. زي ما انتم شايفين كده بقى، بنسيبه شوية بقى بعد ما نضربه في الخلاط، بنسيبه شوية. انا بقول لكم بالتفصيل بالظبط اللي انا عملته عشان النتيجه طلعت معايا كده. بعد ما خلاص سيبناه شويه ورحنا ضربناه في الخلاط، سيبناه بقى، سبته بتاع ربع ساعه. تقل يعني، انت ما تضربيه في الخلاط هتلاقيه خفيف شويه. لما تسيبيه بعد ما تضربيه عبيه بقى. انا حطيته في الكوبايه كده هون، وسبته اللي انا يعني بصب منها بقى عشان هسوي. سبته في الكوبايه دي مثلا ربع ساعه. عايزه اقول لكم ان القوام تقيل جدا زي ما انتم شايفين، وانا بنزله كده في الطاسه كان تقيل قوي. آم، بس برضه هقول لكم على حاجه، يعني دي اللي انا جربته في، يعني العجينه خفيفه وتقيله. العجينه وهي تقيله كده، عايزه اقول لكم اخدت وقت كتير جدا جدا عشان تستوي، لان ولو قلبتيها بسرعه لازم تلاقي وشها. يعني الطاسه الاول هندهنها معلقه زيت بالفرشه كده، مش عايزين زيت كتير طبعا لان هو ما فيهوش اي زيوت ولا اي حاجه. دهنت الطاسه كده هون، وبعد كده ايه نزلت بالعجينه شويه. زي ما انتم شايفين بقى العجينه تقيله تقيله قوي. فنازل الرغيف تقيل. هو استوى ليه؟ لان انا قعدت تقريبا بتاع نص ساعه على البوتاجاز معاه. ليه؟ عشان العجينه بتاعته تقيله. وطبعا انا رشيتها من على الوش كده حبه البركه. العجينه بتاعته طلعت تقيله بقى، ما عجبتنيش بصراحه. ليه؟ خدت وقت كتير جدا جدا على البوتاجاز، لان انت مش لازم تعلي عليه. يعني انت يعني ليه؟ لانه بيطلع معجن من جوه شويه، لانه في ميه كتير، لانه ما فيهوش دقيق ابيض هيشفط الميه او السوائل بتاعته، لا. فاخد وقت بصراحه كتير جدا. ف... فاول رغيف لو تاخدوا بالكم هو اللي كان تقيل. بصوا انا بدات ان انا خففته شويه، يعني زودت حبه ميه شويه على العجينه لانها طلعت كانت تقيله جدا. علشان اخلي الرغيف مفروض اكتر. انتوا بصوا هو استوى، يعني فاهمين، استوى، هو ما قبش قوي. بس استوى، بس انا حسيته لا مش عارفه، ما عجبنيش، حسيته ني من جوه شويه، في عجينه من جوه شويه. مع اني سبت وقته كتير جدا جدا، انا لا كنت معليه النار قوي ولا موطيه النار قوي. بس اللي هو التخين دون حسيته ان هو
لا، معجن من جوه، عشان برضو المصداقيه ان اللي هيعمله هيبقى عارف ان لو انتي عملتيه تخين كده، تخينه، العجينه تخينه، هينزل هو الرغيف هيبقى تقيل، بس هتحسيه من جوه معجن، مش هتعرفي تسويه، اللي هو ملهوش بال طويل بقى ان هو يفضل قاعد له كده. انا اتخنقت بصراحه عشان انا افضل قاعده الوقت ده كله، فعشان كده بقول لكم التجربه بتاعتي. هو عيش طعمه حلو جدا جدا ومشبع جدا جدا، يعني هو تاخدي رغيف مشبع جدا، رغيف او اتنين، مش هيعلي معاكي السكر في الدم ولا الكلام ده كله. بس بصراحه التخين ده لا. بصوا بقى، انا بدات ان انا زودت حبه ميه على العجينه علشان يبدا ان هو يفرد معايا في الطاسه اكتر، واقدر افرده من المعلقه عشان يبقى عيش كبير. لما بيبقى عيش كبير كده، هو انا هوريكم دلوقتي بيتني بسهوله جدا. ان انت مثلا لو هتعملي زي عيش التورتيلا اهو، شايفين بقى وهو رفيع، مش لازق في بعضه. يعني بصوا بيطلع بقى بيق كده هون، ان هو استوى من جوه وهو رفيع، وما اخدش وقت زي اللي كان تخين. يعني اللي كان تخين وتقيل الميه التقيله دي، بصوا ده خفيف ازاي. انا بقى فردته في الطاسه اكتر، يعني انا زودته ميه عشان افرده في الطاسه اكتر، ان انا اعرف اهو، بصوا اتحكم فيه ان هو يبقى طبقته رقيقه، اللي هو زي عيش التورتيلا اللي هو الرفيع ده، او الرقاق الطري، يعني يبقى زي الرقاق الطري. لكن كنصيحتي ليكوا، اللي البالها طويل وتقدر ان هي تصبر بقى عليه على البوتاجاز ساعة ولا نص ساعة، تعملوا اللي هو التخينة وهي حباه. اللي تحبه بقى صغير زي ده او رفيع كده، حلو جدا بصراحة، ما اخدش وقت على البوتاجاز كتير. ولازم نستنى لما الوش يتشمع نهائي خالص كده ونبدأ نفكه. هو بيفك بسهولة، بس نبقى بالراحة عليه قوي، لان هو يعني ضعيف جدا، يعني عشان ما فيهوش حاجة تمسكه برضو. يعني لو تاخدوا بالكم هو ضعيف قوي قوي، فانا بحاول اسيبه لغاية ما يتشمع خالص، وببدأ ان انا اقلبه. هو بيفك من الطاسة لوحده. هو انتوا تاخدوا بالكم دلوقتي هو هيتقلب بسهولة جدا. ليه؟ عشان ده اللي انا خففته. بس الحبه الاخرانيين دول نخفوا اكتر، لا انا خليه لا تقيل قوي ولا وسط قوي. يعني هم خدوا تقريبا الكوبايه دي عليها كوبايه ونص ميه، اهو كده هو اتقلب بسهوله. فانا دي كانت تجربتي بصراحه في عيش الشوفان. آه، ممتاز ممتاز جدا جدا جدا، وطعمه حلو قوي قوي. انا طبعا مصورتش بقى في الاخر، يعني انا خلصت كده كنت تعبت وما قدرتش بقى ان انا اصور ان انا عملته ايه. انا في مره، بصوا هو كده بقى كبير، لو تاخدوا بالكم القرص بتاعته واسعه وبيتني بسهوله جدا ان انت تعمليه سندوتش اي حاجه. يعني انا كنت عملت مثلا فيه بيض مسلوق وحطيت كابوتشي وخيار وقوطه ولفيته كده، مشبع جدا جدا وما فيهوش سعرات كتير وبصراحه مشبع لفتره كبيره. يعني انت ممكن تقعدي مثلا بعديها بتاع 3 4 ساعات مش عايزه تاكلي حاجه. آه، فانا زي ما بقول لكم، اما تعمليه واسع زي الرقاق الطري كده هون، بيبقى حلو قوي، بس ما تخففيهوش قوي، لانه زي ما شفتي اخر واحده اللي خفت قوي دي بقت مشققه، فهي هتتقلب معاكي، بس هتبقى صعب ان انت بقى تحشيها اي حاجه. فدي انا اكلتها كده يعني. صعب ان انت تحشيها لانها مش هتبرم معاكي. لكن هو لا يبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي، عشان تعرفي تعمليه قرص كبير، تعرفي تعمليه سندوتش وتبرميه. فاتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وان شاء الله باذن الله هعمل لكم برضو العيش بالعدس الاصفر، حلو قوي 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 بصراحه، يعني انا عجبني جدا. ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل حاجات دايت كده كتير. عيش عامه، لان طبعا مفيش حد فينا بيستغنى عن العيش في الاكل، انا واحده من الناس ما بستغناش عن العيش في الاكل. فانا لقيت البديل اللي هو ليه وعجبني جدا. ودي النتيجة بتاعته كانت في الآخر. حلو جدا جدا، واتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. متنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. وكمان ممكن نعمل بيض اومليت ونحط الرغيف ده عليه هيبقى حلو جدا. يلا، السلام عليكم.